السلام عليكم، وحشتونا جدا جدا، وكان زوري وجعني، معلش مش عارف اعمل فيديوهات. حقكم عليا. الاهلي الفتره اللي فاتت بيمر بازمات داخل الفرقه، محتاج تدعيمات. وللعلم يعني بلاش جماهير الاهلي تنساق الاعلام الفاشل اللي بيحاول يدمر النادي. الاهلي ماشي صح وماشي تمام، ومفيش مدرب في الدنيا او فريق في الدنيا بيكسب كل حاجه. عادي جدا ان هو يقع ماتشين ثلاثه. الراجل اول ما جه اول 9 ماتشات كسبانهم ومتعادل ثلاثه، وللعلم ما خسرش ولا ماتش. فعادي، وعادي ان الشناوي يغلط، وعادي ان اللعيبه تبقى مبرجله. عادي يعني ضغوط المباريات اللي عليهم، بلاش نضغط على اللعيبه، وبلاش نضايقهم، وبلاش نيجي عليهم. خلينا نساندهم، بلاش نقف مع الاعلام ونساعده اللي هو يفشل في النادي الاهلي وانجازاته وبطولاته والحاجات اللي بيوصل لها. تعالوا بقى نقول لكم المباريات اللي جايه في شهر يناير. الاهلي في شهر يناير عنده شويه ماتشات، ربنا يستر. فالمفروض ان احنا نساند النادي ونقف معاه، مش نبقى ضده. تعالوا نقول لكم الماتشات اللي الاهلي هيستقبلها في اول السنه الجديده 2023. الاهلي عنده 7 مباريات على مدار شهر يناير. يوم الاثنين 2 يناير الاهلي وبيراميدز على ملعب السلام. يوم الخميس 5 يناير الاهلي مع انبي ملعب المقاولين العرب. يوم الخميس 12 يناير الاهلي ضد المصري ملعب برج العرب. يوم الاثنين 16 يناير الاهلي ضد سموحه في نصف نهائي كاس مصر على ملعب السلام. السبت 21 يناير الاهلي ضد الزمالك في استاد القاهره. يوم الثلاث 24 يناير الاهلي ضد البنك الاهلي على ملعب السلام، ومحتمل ان هي تكون مهدده بالتاجيل. يوم الاحد 29 يناير الاهلي ضد حرس الحدود ملعب الماكس، والمباراه برضه مهدده بالتاجيل. يا ريت بقى نساند فريقنا الفتره اللي جايه، وبلاش الكلام اللي بتقعدوا تكتبوه السلبي على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات اللي بتقعدوا تعملوها. لو انت اهلاوي بجد من جوه قلبك هنا، انت اهلاوي، لو انت فعلا من قلبك بتحب النادي الاهلي واهلاوي صميم، عمرك ما هتقول كلمه وحشه في النادي الاهلي ولا في اي لعيب. انصر الاهلي ظالم او مظلوم. اهلاوي انا والفخر ليا، ويوم ما بطل اشجع هكون ميت اكيد. السلام عليكم.